حلقه جديده من قناه منصور فود كورنر. الحلقه دي هعمل مقارنه بين سندوتشات الجمبري اللي الناس طلبتها مني في التعليقات، وهم ابو سندس، ابو رشا العجيب، والبحار. دي رقم واحد. اللي بعده ده معروف مين من قبل ما ادوق ان هو الوحيد المختلف. ده شكل السندوتش بسعر 65 جنيه، وجاي معاه السلطه والطحينه والمختم تقريبا مخلل. بسم الله. هو العيب الوحيد الجمبري طعمه مختفي خالص. بص الجمبري حرفيا الطعم نفسه مفيش تتبيله شديده قوي كده. البحار صراحه ما عجبنيش المره دي. ده شكل السندوتش بتاع ابو سندس، عامل 90 جنيه. هو غالي شويه بس بصراحه حجم الجمبري نفسه كبير، وجاي مع السندوتش رغيف عيش وعلبه طحينه وعلبه سلطه. طعم بقى نشوفه. بسم الله. هو احلى حاجه في السندوتش صراحه ان البهارات بتاعته قليله جدا. طعم الجمبري ظاهر اكتر. بص هو بالنسبه لابو رشا الناس كتير قالت لي جربه، بس للاسف هو ما عندوش سندوتشات، فقال لي الطلب اقل طلب عنده ربع كيلو ب 150 جنيه، وبيجي مع الطلب ده 3 رغيفه عيش وعلبه سلطه وعلبه طحينه. انا مش عارف دي ايه بصراحه، بس هندوقها ونشوف دي ايه. طعمه حلو. هو بابا غنوج بس بطريقه مختلفه شويه. واحنا بعد ما عبيناه في الرغيف هو يعتبر سندوتش. للاسف ابو رشا عشان مش